تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. رساله قويه وناريه لميدو خرابه. ميدو خرج بالامس في بعض التويتات على تويتر وهاجم جماهير النادي الاهلي اللي بالمناسبه عمرها 15 و16 و18 سنه. يعني الناس دي في 2011 كان عمرها يعني لا يتجاوز يعني السنه والسنتين والثلاث سنين، بمقارنه مع ميدو اللي بيوصفهم ان هم اخوانجيه وان هم ابيضه وان هم ماشيين ورا التيار الاخواني ورا التيار الاسلامي. وميدو ابتدى يهلفظ بالكلام علشان يرضي اسياده اللي مطلعينه يكتب هذا الكلام. انا قبل كده قلت ان ميدو تم وعده او تم تجهيزه او بيتم تجهيزه ان هو يكون بديلا لمرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك، لان نادي الزمالك محتاج رئيس سليط اللسان، محتاج رئيس بمواصفات مرتضى منصور. مين اقرب واحد في الشلة اللي موجودة ممكن يطلع ويخرج عن النص ويكون عنده نوع من انواع ان هو يتحرك وان هو يعمل اللي هم عايزينه وان هو يبقى متضامن مع البلد؟ على الرغم ان ميدو كان له بعض التويتات واحنا نزلناها قبل كده على قناتنا في قناة الاهلاوية على اليوتيوب، وهو بيقول اغنية تسلم الايادي لحن فاشل واغنية فيها تعريض على مصر وفيها وكان بيشيد بتحركات التراس اهلاوي في 2013. يعني انت يا ميدو في 2013 كنت مع الالتراس ودلوقتي ضدهم، على الرغم ان التراس اهلاوي اصلا ما عملش اي شيء خارج النص، ده ناس بتهتف، ولكن في ناس معينة بتبقى موجودة داخل المدرجات هدفها منع جماهير النادي الأهلي. في بعض من جمهور النادي الأهلي بيتم دخوله من قبل الأمن علشان تعمل حاجات معينة علشان الجماهير التانية تتمنع. أنا هسمح لك بجمهور 100,000 50,000 70,000، لكن في وسط ال 50 وال 60,000 هحط لك ناس تقدر الدنيا علشان يبقى لي حجه ان انا لما امنعهم ده انا منعتهم علشان عملوا 1 2 3. في بعض الشباب الصغير اللي بياخد شماريخ او بياخد ازاز ميه او بياخد مش عارف ايه، دول اطفال، دول عندهم 15 و 16 سنه. هل العلاج ان انا اجيب واحد يفضل ينكل بيهم في المدرجات ويشتمهم ويبهدلهم، ولا يبقى في نوع من انواع التروي والتريث او التريث؟ يعني الناس دي علشان تجيبها وتحتضنها، دول اطفال صغيرين، دول عيال عندهم 15 و16 سنه، دول عيال لا بتفهم في السياسه ولا بتتكلم في السياسه ولا بتتدخل في شؤون دوله ولا بتهاجم جيش ولا شرطه ولا الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. لكن في بعض الناس المندسه اللي بالمناسبه اتشاور عليهم وقالوا الناس دي مندسه، طلعوهم بره المدرجات، وقد كانوا طلعوا بره المدرجات. الامن ماله ومال العيال الصغيره بقى اللي بتعمل اللي ما بيعملوش حاجه، اللي قاعدين في المدرج ما بيعملوش اي حاجه. الامر سهل وبسيط، الداخليه تجيب قيادات الالتراس والنادي الاهلي يعين ناس ويطلع لها كارنيهات، الكابوهات يطلع لها الكارنيه، هي المسؤوله عن المدرج رقم 1، المسؤوله عن المدرج رقم 2، ويبقى في ناس معينه دخول الجماهير، تنظم دخول الجماهير زي ما كنا في الجامعه وزي ما كنا في المدارس زمان، وكان بيبقى فيه الشخص المنوط بدخول الجماهير، دخول الطلبه، دخول مش عارف اللي هي اتحاد الطلبه، رئيس اتحاد الطلبه. يبقى عندنا زي ما كان موجود زمان في الجامعات وزي ما موجود في المدارس رئيس اتحاد الطلبه، يبقى في 1 أو 2 مسؤول عن الجماهير بتاعه المدرجات، ويبقى هو المسؤول عن ما يخرجش لفظ خارج، ما يخرجش اي شيء من جماهير النادي الاهلي. وفي نفس الوقت الامن يدي الجماهير المعدات بتاعها اللي تشجع بيها، عايز الطبله بتاعتك خد، عايز العلم بتاعك خد، بس انت لا تشتم الداخليه ولا الجيش ولا تشتم اشخاص، والامر يبقى واضح وصريح. الامر واضح، الامر سهل، يعني يتم الاجتماع بالقيادات، قيادات الالتراس، تعالى يا حبيبي انت عايز ايه؟ عايز الادوات بتاعتك تدخل بيها، ادخل بالادوات، بس في حاجات ممنوعه زي الشماريخ، زي مثلا الزجاجات المعدنيه، الزجاجات الكنز، الحاجات اللي ممكن تترمي تعور الناس، بس وشجع زي ما انت عايز، بس لا تتطرق للجيش ولا الشرطه ولا كل ده هيحترم. لكن انت ما تسيبليش نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك تاخد الاعلام والطبل والترمبطات بتاعتها وتيجي عندي انا وتقول لي لا ستوب. ايه ده؟ اشمعنى يا عم؟
اشمعنى انا؟ اشمعنى جماهير النادي الاهلي؟ ايه المشكله ان انت تعمل مع عمليه موازنه او الكفتين يبقوا متساويتين؟ اما ميدو اللي طالع بيتكلم وبيهلل، انا قلت لكم قبل كده ان ميدو بيجهز من مسؤولين في الدوله علشان يبقى بديلا لمرتضى منصور الفتره اللي جايه، بعد سنه بعد سنتين بعد ما ربنا ياخد مرتضى. لكن ميدو بيهيئ حاليا علشان يبقى رئيس نادي الزمالك، فيبقى رئيس نادي الزمالك لازم يعني الناس اللي كان بيساندهم قبل كده يروح مهاجمهم علشان خاطر المسؤولين يبقوا راضيين عن ميدو. ولكن يا ميدو، يعني هيرضى عنك المسؤولين لما تبيع ضميرك؟ يعني انت توليت وبقيت محامي مرتضى منصور وبقيت بتدافع عن مرتضى منصور باستماتة، على الرغم ان انت قبل كده قلت عليه ان هو عبيط وعياله عبط، وكانوا بيجيب لنا واحد شيخ بيقعد في الاتوبيس وكان يقول لي ده معمول له عمل وده مش عارف معمول له ايه، وكنا شغالين بالسحر والشعوذه. انت اللي قلت الكلام ده مع سيف زاهر وكان حازم امام موجود وقتها. جاي دلوقتي بقى مرتضى حبيبك وصاحبك وبتطلع تدافع عنه باستماتة، ومسخر البرنامج بتاعك في قناة المحور لخدمة نادي الزمالك فقط والهجوم على النادي الاهلي. بقى الامر يعني مشبوه، يعني خالد فطوطة يعمل هيجان ويعمل فتنة بين جماهير النادي الاهلي واي جماهير منافسة ضد النادي الاهلي، سواء مصري سواء اتحاد سكندري سواء غزل محلة سواء من جمهور مصري او جمهور خارجي. لو هنلعب مع مثلا شبيبة القبائل، هنلعب مع الجزائر مع تونس مع مش عارف مين مع بلوزداد، تلاقي خالد الغندور اول حاجه بيعملها يأجج الجماهير على بعض ويبتدي يعمل فتن ويبتدي ينشر اخبار ويقول كلام ويجيب حالات تحكيميه ويقول لك الحكم الفلاني ده عمل كذا كذا في تاريخه النادي الاهلي. ايه ده؟ وميدو يعمل فتنه داخل مصر ويأجج الجماهير على الداخليه ويأجج الداخليه على الجماهير. في ايه؟ الى متى هذا الهراء؟ الامر بسيط، واحنا قلنا الحل في ايدين الشرطه وفي ايدين النادي الاهلي. يا شرطه هات الكبوهات وقولوا لهم انتوا المسؤولين امامنا ان محدش يطلع الفاظ خارجه انه يشتم على الجيش او الشرطه او اشخاص بعينها. عايز تشجع يا سيدي اتفضل، ادي المعدات بتاعتك وشجع بيها، بس دي ممنوعات. مش هتدخل، يعني مش هتدخل بشمروخ، مش هتدخل ب كنز، مش هتدخل بازازه ميه معدنيه وفيها غطا. معرفش الغطا عامل لهم ايه، يعني هل الغطا لما بيتقفل ممكن يعور حد؟ ولكن ماشي. لكن ان انت تأجج لي العلاقات وتعمل مشاحنات داخل الوسط الرياضي، لا. روح شوف في الجزائر وفي تونس وفي المغرب الجماهير بتعمل ايه في المدرجات، شماريخ واعلام وبنارات ودخلات الى اخره. ودي الحاجه الثانيه، انت عايز منتخبنا الوطني يحضر له جماهير وانت بتنكل بالجماهير بتاعت النادي الاهلي؟ طب ما حدش هيحضر لك. وانت عايز يبقى في ضغط جماهيري واللعيبه بتاعتنا تستحمل الضغط الجماهيري ده. اللعيبه بتاعتنا سواء اهلي او زمالك او منتخب مصر لما بيروحوا بره ركابهم بتخبط في بعض علشان مش متعوده على اجواء الجماهير. بتلاقي جماهير بال100,000 وبال70 وبال80,000. طب انت هيئ الوضع في مصر على كده. 2 3 4 عملوا مشاكل، مشيهم يا سيدي واتفق مع الكبوهات بتاعتك ان النادي الاهلي مسؤول. العيال الكبوهات مسؤولين عن اي حد من الجماهير ان هو يلقي بشمروخ او يشتم او يقل ادبه او ونفس الامر الداخليه تتعاون وتسيب المعدات بتاعت النادي الاهلي تدخل. الطبله ما فيهاش مشكله، العلم ما فيهوش مشكله، البنرات ما فيهاش مشكله ما دام ما فيهاش الفاظ مسيئه ولا فيها حاجه مسيئه، وتعود العلاقات بيننا ما بينكم باحترام وبادب وباخلاق. ويعني اشدنا بالداخليه لما دخلت 50,000، اشدنا بالداخليه لما دخلت 70,000. فايه المشكله؟ لازم المسؤول ما يصغرش دماغه وينزل لعقليه الشباب الصغير ده علشان يقدر يوصل لهدفه. انا اوصل لهدفي ازاي؟ اوصل لهدفي ان انا اجيب الناس دي واتحاور معاها. انت حبيبي بتشتم ليه؟ وبتشتم مين؟ وازاي؟ طب ممنوع الشتيمه وانا هجيب لك الادوات بتاعتك، شجع النادي بتاعك زي ما انت عايز، انما شتيمه لا. والالترس الكاب والالترس تعالى انت المسؤول عن المجموعه دي، تتفق معاهم تقول لهم ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش بس، والامر منتهي. اما ميدو خرابه وخالد فطوطه يعني يشوفوا الكوارث والمصايب اللي عندهم في نادي الزمالك اللي مليان مصايب وكوارث فيه وانهيار تام في كل اللعبات الجماعيه، يسيبهم من جمهور النادي الاهلي وينظفوا قلوبهم، لان دي يعني لعبه قذره ما ينفعش تتلعب من اعلاميين لهم شانهم ولهم مكانهم في الرياضه المصريه.
انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي او بتشوفني على الفيسبوك، ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم والسلام عليكم.